عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غيبه طويله هذه، شحال هذه ما شاركتش معكم شي وصفات ولا شي حاجه هكا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. نتمنى تكونوا بالف الف الف خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله ماهله كتوجدوها في 5 دقائق. بالنسبه لوليداتكم تقدروا تستعملوها لوليداتكم كلمجه، وتقدروا نتوما تاخذوها. فيها فوائد وفيها حوايج زوينين باش غادي بحال مثلا هكا في الصباح ولا بلي تعطيك الطاقه وكل شيء. غنمر مباشره باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نشارك معكم اليوم 2 وصفات. غنشارك معكم كيك الكوتي ديال الدراري، وغنشارك معكم هذه الوصفه. غنبداو بهذه الوصفه اللي فيها المكونات اللي هنا كتشوفوا قدامي. عندي هنايا كاوكاو اللي كتشوفوني، كاوكاو شديته حمصته، يعني هذا حمرته في الفران. هانتوما كتشوفوا معايا وخليته حتى برد. ديروا الكاوكاو اللي لقيتوه بالقشره ولا بالقشره، انا حيت لقيت غير هذا اللي بلا قشره. فهنايا عندي واحد الكميه ديال التمر اللي جبتو حتى هو ومسحتو ولا غسلتيه، كل واحد وكيفاش، حيت كيكون عندي الغبره وداك الشيء فمسحتو وغسلتو وخليته كينشف. واحد الكميه نتوما على حسب الكميه اللي عندكم. انا درت هذه الكميه اللي عندي هنا شويه ديال الجنجنال اللي شريته بحال هكا وتا هو نقيته داكشي وحمصته شويه كتقرمليه. وهنايا عندنا خليت واحد شويه الحبيبات ديال الكاوكاو هكا اللي محمصين، خليتهم للتزيين. تقدروا تستغنوا على الكاوكاو هذا الا بغيتو ديروا شي مكسرات اخرين، يعني تقدروا ديروا بيستاشنا، اي مكسر عندكم بغيتو تزيدوه. هذا صحي للوليدات وليكم نتوما كذلك. عندي هنا دو شوكولا نوار اللي غادي ندوبها ان شاء الله باش غادي نعمرهم من الداخل. وهنا عندي العسل كيبقى لكم الاختيار، اختاروا عسل اللي مهم يكون عسل صحي، ما يكونش عسل يعني غادي السكر وداكشي، يكون شي عسل هكا شويه صحي، يعني بحال اللي عندكم عسل الحر علاش لا. اي واحد عنده شي عسل هكا يكون مزيان، فباش تكون الوصفه صحيه. يمكن لكم تستعملوا العسل العادي ولكن ما غتجيش الوصفه، غيكون فيه داك السكر يعني ماشي صحي. لذلك انا غادي نستعمل واحد شويه ديال العسل ديال الدغموس. كتشوفوا معايا كتعرفوا الفوائد ديال عسل الدغموس، وحنايا بحكمنا في فصل ديال الشتاء فهاد الدغموس كيكون مفيد بزاف 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 للصحه. هنا كتكون طريقه سهله. هانتوما كتشوفوا معايا درت في الروبو كاوكاو ديالي، غادي نزيد عليه التمر كما كتشوفوا معايا. غنزيد عليه ديك الكميه ديال التمر باش كلشي غادي يطحن وغيولي بحال العجينه، ولي بحال العجينه بحال هكا بحال العجينه باش تسهل علينا المأموريه اننا سميتو. نقدروا نديروا غير بكميه حتى كيطحن لنا هذا الشيء. انا غنوريكم كيفاش غندير غير في الاول وغنطحنوا ان شاء الله باش نوريكم في الاخر كيفاش غادي يجي الشكل ديالو. هنا غندير شويه ديال السمسم الجنجلان، غندير واحد شويه هنايا، غندير تقريبا واحد مثلا 4 المعالق، نتوما على حسب شحال بغيتو، يعني كيبقى لكم الاختيار. تقدروا تزيدوا بزاف الحوايج هنايا الا بغيتو تزيدوهم وترجعوهم فيهم سميتو. هنا غنكتفي انا ب4 ديال المعالق وغنخلي الاخر. خصكم تخليو واحد الكميه ديال الزنجلان باش غادي تمرمدوهم فيه، يعني ملي غنكوروا الكويرات هادو غادي يجيو بحال الكويرات. غنكورهم نتوما غتشوفوا معايا وكنديروهم نمرمدوهم في هاد الزنجلان. دابا كما شفتوا معايا هادشي اللي درت، يعني السكريات اللي فيه طبيعيه ما فيش سكر، غيكون هذا. غنزيدوا معنا العسل كما كتشوفوا معايا. انا غنزيد شويه العسل من الفوق بحال هاد الطريقه، وغادي ندوزو الروبو ديالنا غادي تطحن. غنزيد واحد شويه كميه من هذا العسل ثاني. واخا هذا العسل ديال الدرموس راه كيكون شويه حار، ملي كتشربي على الريق كي شويه حار، ولكن دابا حيت استعملنا مع هاد العناصر فما نظنش ان غادي يبقى داك المذاق ديالو هكاك حار. ولكن هو راه صحي 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 للوليدات ديالنا ولينا حنا حتى حنا الكبار، الناس اللي كتكون ازماتيك، الناس اللي كيضربوا لهم ولادهم كيكونوا عندهم بزاف كيجيهم يضربهم البرد. فهانتوما حبوباتي باش ما نطولش عليكم، انا غادي نمشي مباشره غنطحن هاد العناصر ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غتجي العجينه. وهنايا حبوباتي كما كتشوفوا معايا هانتوما العجينه كي كتولي ملي كطحنوها هكا في مولينكس فهي كتولي ساهله بحال هكا. شفتوها هانتوما كتدخلوا صباحكم كتولي بحال العجين ديال اللي غنديروا بها الكاطو ولا الصابلي ولا شي حاجه. المهم كتشدوا الكواره بحال هكا، كتاخذوا على حساب الحجم. بغيتو ديروا الميزان وتعبروهم باش يجيو كيف في الميزان، بغيتو ديروهم عشوائيا ديروهم عشوائيا. انا درتهم عشوائيا. كتاخذوا نتوما كتشوفوا الزيت ديال داك الكاوكاو باسكو ملي طحنتو حتى هو كيخرج داك الزيت ديالو. دونك غادي نكورها بحال هكا طريقه سهله. كنكورها وكنلوحها هنايا في الجنجلان. هانتوما كما كتشوفوا معايا لحتهم هنا في الجنجلان. كندورها هكا في الجنجلان بحال هكا، كدوريها راه كتحاول تاخذ الزنجلان حيت الزنجلان مقرمل، ومع داك الزيت اللي كيطلق الكاوكاو فهي كيلصق فيها. فهنا بهذه الطريقه
وكناخذها بحال هكا. كتاخذوا شي اله بحال هكا كما بغات تكون عندكم، شي حاجه اللي تكون خديت هذا الجرار ديال هنا، وكنحاولوا نضغطوا عليه بحال غنطقبوها بحال حلوه الكوفيتير اللي كنديروا. كنعمروا الداخل ديالها بالكوفيتير بحال هكا. وهاد الطقيبه هذه كنعمروها بالشوكولا اللي وريتكم قبيله، شوكولا نوار. فذوبتو اون باماري وغنهزو هكا بشويه بالمعلقه، وغنحاولوا نعمروا هاد العوينه بحال هكا. ومن بعد ندوزو للفروي هادو الفواكه الجافه اللي قلت لك انا. خليت غير الكاوكاو، يعني تقدروا ديروا اي فاكهه جافه اللي عندكم تقدروا ديروهم هنايا. وكيكون بحال هكا وكنخليهم ينشفوا حتى كينشف لنا داك الشوكولا، ونديرهم في اون بواط. ويكون ديك الساعه راه موجودين، وقت ما بغيتو كتاخذوا وحده مع قهوه كحله، مع تعطيو لوليداتكم هكا في اللومجات ديالهم في لي كوتي في المدارس. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. فهي الطريقه سهله سهله سهله. انا غنكمل على هذا المنوال، ومن بعد منين نسالي غنوريهم لكم في طبق التقديم. وهنايا كما كتشوفوا معايا حبوباتي، فهذه هي النتيجه ديال هاد اللومجه، او ما يسمى بحال هكا تاكلوها. تقدروا تعطيوها لوليداتكم في الكوتي ولا شي بحال حليوات، ولكن هما صحيين، فيهم فوائد، فيهم حوايج غير صحيين. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. فالكميه اللي درت هي كتخرج ليا 31 حبه، وانتم على حسب الحجم ديال الكره اللي بغيتو. تقدروا ديروا كويرات صغار، تقدروا ديروهم كبار كما حبيتوا. بالنسبه للمكسرات فلكم الاختيار، كيبقى لكم الاختيار. تقدروا ديروا المكسرات اللي متوفره عندكم، وعلى كل واحد على حساب جيبو. انا درت كاوكاو، نتوما تقدروا ديروا اللوز، تقدروا اي حاجه اللي يتسلككم. فانا كنعطيكم الفكره، وانتم تقدروا تزيدوا حوايج من عندكم. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وتروقكم ان شاء الله. وما تنساوش خليوا لي لايك والتعاليق، وضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد نتاعي. واي حاجه بغيتو تسولوني عليها فانا راه الاشاره ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تكثر باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله، وتعم الفائده للجميع. فكنضرب لكم موعد ان شاء الله باذن الله في وصفه جديده، ونقدر نعطيكم راني مسجله واحد الفيديو ان شاء الله غنحطو لكم ديال تاني بالنسبه للكوتي فكره الافكار. باسكو كنحيروا ملي كيكونوا هكا الوليدات في المدارس داكشي، من الافضل اننا نديروا لهم حويجات هكا ديال الدار كيكونوا صحيين وكيستافدوا منهم، احسن من داك لي كاطو اللي كنشريو لهم من برا وبموات. باش ما نكذبش عليكم، ماشي نقول لكم انا ما كنشري بعض الخطرات للضروره احكام، ولكن من الافضل ان هكا الامهات الا كان شي وقيت فاره ولا شي حاجه كدير واحد الكميه هكا، وكتهنيك واحد المده واحد 4 ايام او سيمانه في الاسبوع تبقاي تعطي لوليداتك هكا. وبالنسبه لك حتى انت هي مقويات، يعني تاخدي بحال هكا. فبالنسبه للناس اللي عندهم لانيمي ولا شي حاجه فهذا كيكون صحي 100%. اما لا بلا ما نكثر عليكم الهضره، غنبقى بلا باش توحشتكم شحال هادي ما درت لكم فيديوهات، وشحال هادي ما صورتش. فكنضرب لكم موعد ان شاء الله باذن الله في فيديو قادم، وكنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.